أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من والد ولا يعز من عاديت. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 10 kalimatin qala la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta wa hurriqata wa la ta'uqqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika wa la tatrukanna as-salata maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah wa la tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahishatin wa iyyaka wal ma'siyah fa inna bil ma'siyati halla sakhatullahi azza wa jalla wa iyyaka wal firara minaz zahfi wa in halakan nas wa idza asaban nasu mautun wa anta fihim fathbut wa anfiq ala iyalika min tawlika wa la tarfa' anhum asaka adaban wa akhifhum fillah. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku dengan 10 kalimat. Beliau bersabda, janganlah kamu menyekutukan Allah, janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, meskipun kamu dibunuh atau dibakar. Jangan durhaka terhadap kedua orang tuamu, meskipun keduanya menyuruhmu untuk meninggalkan keluarga dan hartamu. Jangan tinggalkan salat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan satu salat wajib dengan sengaja, ia lepas dari perlindungan Allah. Jangan minum arak, karena ia adalah pangkal dari segala perbuatan keji. Jauhilah maksiat, karena dengan berbuat maksiat kemurkaan Allah azza wa jalla akan menimpamu. Jangan sekali-kali melarikan diri dari pertempuran, meskipun teman-temanmu telah gugur. Jika wabah penyakit menimpa orang-orang sedangkan kamu berada di antara mereka, maka tetaplah tinggal di sana. Nafkahi keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu untuk mendidik mereka, dan buatkan mereka agar takut kepada Allah. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku dengan 10 kalimat. Beliau bersabda, janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, meskipun kamu dibunuh atau dibakar. Jangan durhaka terhadap kedua orang tuamu, meskipun keduanya menyuruhmu untuk meninggalkan keluarga dan hartamu. Jangan tinggalkan solat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan satu solat wajib dengan sengaja, ia lepas dari perlindungan Allah. Jangan minum arak, karena ia adalah pangkal dari segala perbuatan keji. Jauhilah maksiat, karena dengan berbuat maksiat kemurkaan Allah azza wa jalla akan menimpamu. Jangan sekali-kali melarikan diri dari pertempuran, meskipun teman-temanmu telah gugur. Jika wabah penyakit menimpa orang-orang sedangkan kamu berada di antara mereka, maka tetaplah tinggal di sana. Nafkahi keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu untuk mendidik mereka, dan buatlah mereka agar takut kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa bi rasulih wa aqama as-salah wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah
jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha faqalu ya Rasulullah afala nubashshirun nas qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannati fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati wa fawqahu asyrur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan salat dan berpuasa Ramadan, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, baik ia berjihad di jalan Allah atau duduk saja di tanah kelahirannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami memberikan kabar gembira kepada orang-orang tentang hal ini? Beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah kepadanya surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di antaranya terdapat arsy Allah yang maha pengasih. Dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. An-Nabi Darda'i radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhal jannah man hafadha 'ala shalawatil khamsi 'ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa shoma ramadhana wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila wa ataz zakata thayyibatan biha nafsuhu wa addal amanah. Qila ya Rasulullah wa ma ada'ul amanah? Qala al-ghuslu minal janabah. Innallaha lam ya'mani ibna adama ala syai'in man dinihi ghairaha. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 hal barang siapa membawanya beserta iman pasti masuk surga, yaitu orang yang menjaga salat 5 waktu mengenai wudu, ruku, sujud dan waktunya juga, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah jika mampu mengadakan perjalanan ke sana, menunaikan zakat dengan senang hati dan menunaikan amanah. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah? Beliau bersabda, mandi janabah. Sesungguhnya Allah tidak mempercayai anak Adam terhadap urusan agamanya kecuali mandi janabah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 hal yang barang siapa membawanya beserta iman pasti masuk surga, yaitu orang yang menjaga salat 5 waktu mengenai wudu, ruku, sujud dan waktunya juga, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah jika mampu mengadakan perjalanan ke sana, menunaikan zakat dengan senang hati dan menunaikan amanah. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah? Beliau bersabda, mandi janabah. Sesungguhnya Allah tidak mempercayai anak Adam terhadap urusan agamanya kecuali mandi janabah. Hadis riwayat Tabrani. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فرحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعذنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له، ونعوذ بك من السآمة والملالة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في شهر رمضان. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.